I have a chip that was implanted onto my skull, and there are 64 threads with 16 electrodes on each thread. راجل مشلول من أول كتفه لغاية رجله، وقادر إن هو يلعب شطرنج ومن غير ما يحرك صباع واحد من إيده. أهلا بيكم في حلقة جديدة من الشاب إلكتروني، يلا بينا. خليني في البداية أسألك سؤال، إيه رأيك لو دماغك والكمبيوتر كان في ما بينهم وصلة؟ تفتكر لو عملنا كونكشن بين دماغك وبين الكمبيوتر وحطينا ما بينهم سلك مثلا، بحيث ان الكمبيوتر يعمل اللي انت بتفكر فيه على طول من غير انت ما تحرك ايدك وتديله اوامر، يعني يكتب رسالة ويبعتها لما انت تفكر تكتب، وكمان يشغل اللعبة اللي انت عايز تلعبها لما تفكر انك عايز تلعبها. وده السؤال الخيال العلمي اللي الناس من عشرات السنين بتسأله لنفسها كل يوم. وخليني اقول لك ان 29 يناير 2024 ما بقاش مجرد سؤال. اليوم ده والأول مرة في تاريخ البشرية اتزرع جهاز إلكتروني في دماغ إنسان حي، والجهاز ده كان اسمه نيورالينك، والراجل اللي اتزرع له الجهاز ده في دماغه كان اسمه نولاند أرباو، ومسلول من أول كتفه لحد رجلين. وقبل ما أحكي لك عن نولاند لازم تفهم حاجة أساسية، انت دماغك بيشتغل بالكهرباء، يعني كل فكرة انت بتفكرها او كل حركة انت بتعملها وكل احساس انت بتحس بيه ده في الاصل اشارات كهربية بتمشي في الخلايا العصبية اللي موجودة في جسمك كلها. الBCI اختصار لكلمة Brain Computer Interface، يعني واجهة الدماغ والكمبيوتر. هو جهاز بيلتقط الاشارات الكهربية اللي جاية من دماغك دي ويحولها لأوامر يفهمها الكمبيوتر. يعني انت مش بتتكلم مع الكمبيوتر، الكمبيوتر بيسمع تفكيرك. طب ازاي النيورالينك ده بقى بيشتغل؟ الجهاز عبارة عن خيوط رفيعة جدا أرفع من شعر الرأس، وعلى كل خيط فيه أقطاب كهربية صغيرة جدا، ومجموع الأقطاب دي 1024 قطب. الخيوط دي بقى بتتزرع في جزء من الدماغ، والجزء اللي في الدماغ ده هو اللي بيكون مسؤول عن الحركة. يعني لما نولاند يفكر إنه يحرك إيده حتى لو هو محركش إيده، فدماغك بتبعت إشارات كهربية. 1024 قطب دول بياخدوا الإشارة دي وبيبعتوها وايرلس، يعني لا سلكي، للكمبيوتر علشان يحولها لأوامر، والكمبيوتر بعد كده ينفذ الأمر ده. الراجل ما حركش إيده، هو بس فكر إنه حرك إيده، والكمبيوتر فاهم الفكرة ونفذ على طول. خليني أحكي لك عن نولاند شوية. اسمه نولاند أرباو، أمريكي، عنده 30 سنة، وفي سنة 2016 في حادثة غواصة انكسر العمود الفقري بتاعه، وفقد القدرة إنه يحرك أي جزء تحت ده. كل حاجة في حياته بقت محتاجة حد تاني. وبعدين جم النيورالينك، والجراحة بالظبط قالوا إن هي خدت ساعة ونص بس. جراح عبارة عن روبوت هو اللي زرع الخيوط الرفيعة جدا دي في دماغه من غير ما يلمس دماغه أي إيد للبشر، لأن الخيوط دي أرفع من إن جراح بشري هو اللي يتحكم فيها أو يلمسها بإيده. ونولاند بعد ما صحي من العملية بدأ التدريب. الأول هو كان بيفكر يحرك إيده، بالفعل لقى ان مؤشر الماوس على الكمبيوتر بدأ يتحرك، وقال بعدين بسبب الحركة دي بالذات انه حس بحاجة هو كان مفتقدها بقاله كتير جدا. وبعد اسابيع بدأ يلعب لعبة التشيس اللي هي الشطرنج، وبعد كده بدأ ان هو يلعب العاب تانية صعبة فيها استراتيجيات معقدة. صرح وقال ان هو كان بيلعب الالعاب دي لمدة 10 ساعات في اليوم وما حسش باي اختلاف، ان ايده بالظبط اللي بتلعب. مش بس كده، ده وصل ان هو بيكتب 40 كلمة في الدقيقة بتفكيره بس، وده معدل أسرع من متوسط الناس اللي بيكتبوا بإيديهم أصلا. كل يوم بيتصفح الإنترنت، بيبعت رسائل، بيعمل كل حاجة من غير ما يحرك صباع واحد من إيديه، كل حاجة بتفكيره هو بس. بالمناسبة أنت بتقعد تكتب كتير على لوحة المفاتيح لما بتيجي تبعت لحد، ونولاند بيكتب أسرع منه. ودلوقتي في 12 إنسان بس في العالم هم اللي عندهم النيورالينك اللي في دماغهم دي. والناس اللي عملت نيورالينك مش بس واقفين على كده، ده بيجهزوا لاختراع جديد، جهاز اسمه البلايند سايد، يعني البصر الخفي. ومش هيتصل بالعين، هو هيتصل في الدماغ في الجزء المسؤول عن الرؤية. وقالوا ان الجهاز ده قادر ان هو يرجع البصر للناس اللي عميت حتى لو عينيهم باظت تماما. إدارة الغذاء والدواء في أمريكا اللي هي FDA وافقت على تصنيفه كجهاز ذو أولوية تطوير في سبتمبر 2024. وهنا بقى في سؤال مهم جدا، هو لو التكنولوجيا دي كبرت وبقت متاحة فعلا لكل الناس، تفتكر انت لو كنت واحد صحيح جسمانيا ما عندكش اي عيب ممكن تفكر ان انت تزرعها؟
يعني الفكرة مش انك تكون شخص مشلول او عندك عيب معين، الفكرة ان انت لما يجيلك فكرة مثلا تكتبها على طول من غير ما تستخدم موبايلك. او مثلا عايز اتعلم لغة جديدة فممكن اتعلم اللغة دي مباشرة واعملها داونلود على دماغي من غير ما اتعب نفسي. او حتى تقدر انت تشغل عربيتك بمجرد تفكيرك بس. السؤال ده ما بقاش مجرد خيال علمي، المشكلة انه بدأ يبقى سؤال عملي فعلا، وفي ناس كتير في مجتمعات علمية واخلاقية بيتناقشوا فيه دلوقتي. لو احنا قدرنا ان احنا نطور قدرات البشر الإلكترونية، هل احنا كده طورنا في الإنسان نفسه؟ ولا ده ممكن يكون بداية لشيء مختلف وممكن يكون مرعب كمان؟ مش هقولك الإجابة لأني طبعا مش عارفها، وأي حد يقولك إجابة السؤال ده أصلا ما تصدقوش. ملخص حلقتنا النهارده: نولان دارباو، الراجل المشلول من أول كتفه لحد رجليه، زرع في دماغه 1024 قطب كهربي، ودلوقتي بيتصفح الإنترنت وبيلعب شطرنج باحترافية وبيكتب 40 كلمة في الدقيقة الواحدة. كل ده بمجرد تفكيره بس. و12 إنسان دلوقتي في العالم بيعيشوا التجربة دي. التكنولوجيا دي بالذات كل يوم بتتطور، وانت لو ايدك بتتحرك دلوقتي ما قدرتش تحرك صوابعك على الشاشة عشان تعمل لي فولو، خليني اقول لك ان ده مش عيبة، انت دماغك اتبرمج على كده خلاص. لو الفيديو وصل معاك لغاية هنا، عايزك تقولي في الكومنتس لو الجهاز ده بقى متاح للكل ممكن تزرعه في دماغك حتى لو انت سليم. قولي ولا لا، وكمان قولي ليه، يعني انا بجد عايز اسمع رأيكم في الموضوع ده. وطبعا ما تنساش كل حاجة اتكلمت عنها في الفيديو هتلاقي مصدرها في الديسكريبشن. الى اللقاء واشوفكم الحلقة الجاية.